السلام عليكم ومرحبا بكم البنات، وان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا مهنيات ويوصلكم هذا الفيديو وانتم بكامل الصحة والعافية يا رب العالمين. انا راني في نعمة والحمد لله. وقبل ما نبدأ البنات نصلوا ونسلموا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونقول لكم اهلا وسهلا بكم البنات اللي دخلتوا لقناتي اول مرة واشتركتوا فيها، نقول لكم اهلا وسهلا بكم ونشكركم كامل يا البنات. كما نقولوا لولا الفضل تاعكم بعد الله تعالى ما كنتش نكمل في قناتي ولا نوصل 40,000 مشترك. البارح ولا البارح البنات لحقت 40,000 مشترك، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. خياتي وبناتي اليوم كما راكم تشوفوا كانت عندي حبيبات بيض ودرت شويه حلوه كما راكم تشوفوا بسكوي رولي للدراري، ودرت ثاني حلوه ساك تاع صبيعه العروسه تاع الزمان. اذا حبيتوا الوصفه تاع بسكوي رولي البنات راح توجدوها في قناتي الثانيه، راح نحط لكم الرابط اسفل الفيديو او في صندوق الوصف. كما راكم تشوفوا خياتي ملي كنت ندير في الميناج طولت بزاف على وليداتي، كنت الحلوى هذه ولا حاجه يسقهوا بها كنت بزاف ما عنديش الوقت باش نديرها. يا قلت هذه المره كي كملته كامل يعني رجعت لروتيناتي ورجعت لصوالحي. بالرغم اني البنات طولت بزاف هذه المره في الميناج، ما عليهش المهم كملت خياتي. وراح نهضر لكم بزاف اليوم في واحد السوجيات. المتتبعات تاوعي كاين بزاف لي كومونتاو البنات في الفيديو اللي فات. نشكركم كامل بالرغم ان كاين انتقادات. كاينين انتقادات ماهيش بناءة، وكاينين انت يعني الانسان يعطي رايه، لكن الانسان يعطي رايه كي يكون يعرف الشخص هذا كيف راه عايش مع من عايش الظروف اللي عايش فيها. لكن نتوما راكم تشوفوني غير هكذا ما على بالكمش كيف راني عايشه مع من عايشه وشحال من فرد راه معايا. تنتقدوا بلا ما تعرفوا يعني الوضع اللي راني عايشه فيه. بالنسبه للحلوى هذه كما كنت تشوف البنات درتها تاع زمان، وكانت بقيت لي زوج حبيبات بيض. ايا البنات كنت بكري كنت ندير حلوى وخلاص، يعني عندي حبه بيض ندير بها الحلوى، عندي حبه بيض نطلع بها حبه مسكوتشو. كنت ندير من راسي هي كي قعدوا لي زوج حبات بيض والله يا البنات غير درتها هكذاك. درت لها زوج حبات بيض، نص كاس سكر ونص كاس زيت، ودرت لها نص كاس مايزينا وباكي خميره، وطميت بالفارينه ورمتها في السكر الحرش البنات تاع القهوه اللي حلو به القهوه، ودرتها طيب البنات عادي جات بزاف خفيفه وبزاف هايله، طلعتها البنات بالباطوخ. هذه هي خياتي. موراها البنات مع العشيه رحت نقيت الدرج. كما تعرفوا وليداتي البنات ما يطلعوليش انا بصبابتهم ولفتهم. دوكا صلحت غير غبره خفيفه هكذا، وجوزت مسحت الغبره تاع الحديد هذاك الباروداج هذاك. لخاطش انا من الاول نظفته كما يقولوا من الاول. انا في طبيعه ندير تشليقه ونشمخها ونعصرها ونمسح الدرج. انا جامي نرمي الماء بنات من هذا الدرج هذا. نصيحه لكل وحده عندها فيلا ولا عندها سكن فيه الدرج، جامي لا ترمي الماء في الدالة تاع الدرج، راح تتقشر لكم ويفسد كامل المنظر تاع الدالة تاع الدرج. خياتي دوكا نفهمكم في الدالة تاع الدرج اللي ما يعرفهاش. هذه النبته البنات دايرتها في الدرج ودايرتها في الشنابر تاع الدراري، كل واحد في شمبرته دايرت له وحده هكذا راح تنقي له الجو. وبزاف هذا جد الافعى هذا البنات ينقي الجو، يعني مليح بزاف في الشتاء كديروه في الشنابر، وهو نبات داخلي يعني يقدر يعيش برا ويقدر يعيش الداخل. بالنسبه للبنات اللي كومونتاو الخطا اللي فات كي وريت لهم داري، وكاين اللي شافوا زرابه مفرشتهم، وعلى هذو الزرابي كامل فرشتهم، وكاينين طابيات تاع بلاستيك كاينين كذا. على هذيك الشمبره دايرتها نحيها، على الفوتايات نحيهم صدقيهم. انتم البنات ما تعرفوش ما تعرفونيش انا شخصيا، انا كي نصدق ما نجيش نقول لكم راني نصدق. كي واحد الانسان يصدق البنات نصيحه كما يقولوا الناس زمان، يمدها باليسرى، يمد الحاجه بالجهه باليد اليسرى. قال لك اليد اليمنى ما تعلمش، هذه يديك وما يعلموش بعضهم. وين روحتي تهضري بالصدقه اللي تمديها.
هذه اول حاجه. ثانيا انت ما تعرفينيش مع من راني عايشه، شحال من فرد راه عندي، علاه راني مفرشه. انا البنات نفرش على جال ولادي وعلى جال وليدات بنتي كي يجوني احفادي، ما يقعدوش يتسحبوا في الارض في الشتاء والبروده وهذاك ونمديتي عليهم وكلش. انا نفرش على جالهم. كوزينه كما جاتنيش فيها الفتات نفرشها لهم باكي يكونوا يلعبوا ويسحبوا. كما تعرفوا الدراري كي يكونوا يلعبوا دائما تحسي بهم في الارض يتقلبوا يتشقلبوا. انا على جال وليداتي، انا ليش راح نخبي الزرابه هذوك ولا نصدقهم وانا محتاجه ولادي يفرشوهم؟ انا كي نحب نصدق البنات ماشي غير جيتي وقلتي لي انا اللي كنت نقول لكم صدقوا، وانا اللي كنت نقول لكم الحاجه اللي ما تحتاجوهاش مدوها وليتوا نتوما تقولوا لي، وخليتوا كامل هذاك الشيء اللي وريته والنصائح اللي وريتها، الشيء اللي وريته وجيتوا كيما نقولك توروا نتوما تنصحوا فيا. عجب والله العظيم غير عجب خياتي. انا عارفه داري وش راه فيها، وعارفه الحاجات اللي نحتاجها، وعارفه الشيء اللي يخرج عليا، فهمتوا؟ لاخاطش نتوما ما كنتوش عايشين معايا، ومش اوبليجي عليا نقول لكم شحال من فرد عندي في الدار. المهم انا ولادي واحفادي، وولادي راهم زايدين حاب سلامتهم غير العائله تاعي تكبر. انا نفرش لي هولات ونفرش في شنابر الزرابه وندفي وليداتي، ومانيش منتظره باي واحد ينصحني بحاجه هو ماهوش عايشها معايا. انا راني عارفه الشيء اللي انا عايشه فيه. وثانيا قالت لي صدقوا خلي غير فوتايات، وفوتايات كي تجي تحنونه خليهم لك غير لي فوتاي، وروح ندير فيهم لي جوتي ونشبعهم وندير فيهم هذوك المخايد اللي يتشبحوا حنونه. ومن بعد وين نقعدوا فوق راسك؟ قولي لي برك. كاين بزاف راهم المؤثرات هذوك يحطوا لي فوتاي ويحطوا ذاك لي دغا ويحطوا ذاك الصوالح يحطوهم. انا حبيت نتوما تجاوبوني هذا وين تقعدوا كي تجمعوا وليداتكم؟ وين تقعدوا في المخايط تحطوهم في الارض تقعدوا عليهم، ولا ترموا هذوك المخايط وتتكاو على فوتاي؟ ولا غير قولوا لي برك خياتي. انا تنابر حطيتهم لولادي نتمتع بهم انا ولادي، وهذيك الشامبره خليتها درتها على جال كي ما نقدرش نطلع انا في رمضان طيب ونطلع درتها بنستراح فيها. وثانيا كل واحد ادرى بالشي اللي راهي عايش فيه، يعني الحاجه اللي تريحني راح نديرها، مانيش منتظره اي واحد يدبر عليا في الصوالح اللي تخص في داري. انا راني نوريكم باش نحفزكم، يعني نعطيكم طاقه ايجابيه. وكاش ما حاجه يعني انا درتها في داري ولا شريتها ولا نشاركها معكم للاستفاده، ماشي للانتقاد اللي ما تعرفوهش. وكاين بزاف يسقسوني طاطا شحال عندك ذراري وشحال عمرك، يعني حاجة اسئله ما عندها حتى فايده خياتي، ما عندها حتى فايده. نتوما فايدتكم في الحاجه اللي تلقوها لداخل وتستفادوا منها. اما احمد عمري اسمي ولادي اولادي شحال عندي ذراري، انا قلت لكم عائلتي كبيره، افهموها بلي عائله كبيره محتاجه فراش ومحتاجه بلايص يقعدوا فيهم، محتاجه كيما ديك خطا وريت لهم الكوزينه دايره فيها الطوابل. وعلاه ديري الكوزينه زوج طوابل ولات باشعه؟ ديري طابله واحده. علاه ندير طابله واحده؟ انا عارفه بلي طابلات واحده ما تكفينيش. نتوما تكفيكم طابله واحده ديروا طابله واحده، تكفيكم تاكلوا نتوما واقفين وكلوا نتوما واقفين خياتي. كل واحد على باله واش راه كاين في دارو، واش من حاجه اللي يديرها ويسرح فيها، واش من حاجه اللي تريحه. هذه هي خياتي باش رديت على بزاف الانتقادات وهذوك اللي هي ماهيش بناءه، لكن ما تعرفوش نتوما الانسان كيف راه عايش. انا مانيش مشاركه معكم كلش، مشاركه معكم شحال عندي ولادي، الطريقه اللي انا عايشين بيها، اذا هم ياكلوا يقعدوا في الدار ولا خدامين يجوا من الليل. انا مانيش مشاركه معكم كلش خياتي، انا مشاركه معكم روتينات تحفيز، كاش ما حاجه نطيبها ونشاركها معكم. هذه هي خياتي. بالنسبه البسكويرو اللي هي البنات اللي شفتوه في الفيديو، اذا حبيتوا الوصفه البنات انا دايرتها في قناتي الثانيه، راح نحط لكم قلت لكم البنات في صندوق الوصف ولا في اول تعليق مثبت، نحط لكم الرابط تاع واسمو تاع بسكويرولي. بالنسبه للبوراك البنات كاينه واحده ثاني متتبعه قالت لي اذكريني في القناه ام ابراهيم، بلغوا لها سلامي ونقول لها اهلا وسهلا بك في قناتي. والمتتبعه الثاني البنات هي قالت لي ذكرني في القناه، ثاني لبيت لها الرغبه تاعها، وان شاء الله يوصلها البلاغ تاعي او السلام تاعي خياتي لام ابراهيم. جيب لي ربي من سيدي عيسى، الله اعلم، جيب ربي من سيدي عيسى، راح لي التعليق تاعها.
هذه هي خياتي. كما راكم تشوفوا البنات، انا طيبت هذيك الشوربه وطيبت هذاك البوراك، وكما نقولوا انا نشارك معكم البنات غير واش ندير يعني. كما نقولوا انا ماذا بيا الحاجه اللي تستفادوا منها، ماشي شرط نوريكم الطياب البنات والحطان، لا خاطش الطياب انا ناكلو كل يوم ونواسو كل يوم. انا دائما نحب نركز على الحاجه اللي فيها الفايده لكم، وانتم مركزين على الحاجه اللي ما فيهاش الفايده لكم. دوكا وحده ورات دارها ومفرشه زرابي، ولا هي عارفه بلي زرابي هذوك مساعدينها. نتوما ما يساعدوكمش، انا يساعدوني خياتي. وهنا ما بغالي الا نقولكم حبيباتي ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما عليكم الا ديروا الجيم البنات والدعم، ونشكركم كامل البنات لاني وصلت 40 الف كا. هذا بفضل الله وفضلكم سبحانه. هنا كما تشوفوا البنات، هذا الزيتون اللي انا صبرت الخطرة اللي فاتت ووريتكم في الفيديوهات السابقة خياتي. ماذا بكم ذوك وقت الزيتون، صبروا الزيتون في الدار احسن واحسن، خير من اللي تشروا هذاك اللي يباع برا، خاطش فيه كامل المواد هذوك في البنات يديروا فيه هذاك العصيد. كما تعرفوا البنات، الزيتون اللي يتباع برا تجي فيه الماده هذيك تاع العصيد، وثاني كيديروه يطيبوه في نهار، يعني في ليله ونهار يكون جاهز. والحاجه اللي طيب بالخف اكيد ماهيش صحيه. البورك هذا جا بزاف ناشف وجا مقرمش. كاش نهار البنات ندير لكم كامل اسرار كيفاش تطيبوه كيفاش تبيباروه. نصيحه كيفاش يوليكم مقرمش وناشف. هنا والله البنات واحد القرمشه هنا عن بالي صورته، بصح كان الحس تاع الدراري. وليت حبست كامل الصوت هذاك ونحيته. كما تعرفوا وليداتنا كيكونوا في الدار. هذه هي خياتي، ونتمنى كامل اللي شفتوا الفيديو وصلتوا لنهاية الفيديو. ما عليكم البنات الا ديروا لي جيم للدعم والاستفادة، كما راني نفيد انا البنات ان شاء الله تفيدوا نتوما. ومع السلامة في الفيديو القادم.